أنمي النهاردة بيتكلم عن شاب ضعيف ومنبوذ دايما من كل اللي حواليه، وحتى لما بيتنقل لعالم تاني بيفضل أضعف واحد وبيتم نفيه لأرض الوحوش علشان يتخلصوا منه، لكنه بيقرر الانتقام من كل اللي أذوه بأي طريقة. فلو حبيت تعرفوا حكاية بطلنا وهل هيقدر يحقق الانتقام بتاعه ولا هيموت في أرض الوحوش، خليكم معانا. بيبدأ أنمي النهاردة مع شخص بيضرب طفل صغير، وبتكون والدة الطفل قاعدة وشايفة كل اللي بيحصل ولكنها مش مهتمة نهائي. وبتنتقل الأحداث بعد كده لطالب اسمه ميموري في أتوبيس المدرسة، وبنعرف إنه نفس الطفل ودي كانت ذكرياته. وبيبدأ واحد من الطلاب يتنمر عليه لأنه أضعف طالب في المدرسة وملهوش أصدقاء نهائي. بس فجأة بيظهر ضوء غريب وبيختفي كل الطلبة من الأتوبيس. ساعتها بتظهر قدامهم واحدة اسمها فيشس، وبتبدأ تعرفهم بنفسها، وبيتضح إنها ملكة العالم اللي هم فيه. وبتبدأ تحكي إن من 200 سنة ظهرت الشياطين في العالم بتاعهم اللي اسمه أليون، فكانوا مضطرين يستدعوا أبطال من عالم تاني علشان ينقذوهم. وبالفعل قدر الأبطال في القضاء على كل الشياطين، لكن الشياطين دلوقتي على وشك الظهور تاني، فكان لازم يستدعوا أبطال من نفس العالم. بس طبعا كل الطلبة ما بيكونوش مصدقين ولا كلمة من كلامها، فبتؤمر جنودها يجيبوا سجين ووحش شيطاني، وبتطلق الوحش على السجين فبيموته في ثواني. ساعتها بتستخدم فيشس سحر غريب وبتطلع كرة نار بتقضي على الوحش الشيطاني في غمضة عين. وقتها بيترعب كل الطلاب، لكنها بتبدأ تطمنهم إنهم يقدروا يستخدموا نفس قوتها، وكل واحد فيهم عنده قدرات خاصة بيه، وإنهم كمان يقدروا يرجعوا لعالمهم تاني، بس بشرط يهزموا زعيم الشياطين ويحصلوا على جوهر روحه. فبيلاقي الطلاب نفسهم مضطرين يسمعوا كلامها ويبدأوا يتعاونوا معاها، فبتجيب بلورة اختبار وتحطها قدامهم، وبيبدأوا يقيسوا قدراتهم واحد ورا التاني، وبيكون كل الطلاب قدراتهم متقاربة. بس لما بيدخل طالب اسمه كير وبيواجه قوته تجاه البلورة بتتكسر تماما. فبتهنيه فيشس وبتقول انه مميز عن الباقي وانه من الرتبة اس الخاصة. وبيستمر الاختبار لحد لما بتدخل طالبة اسمها سوغو، وهي كمان بتقدر تدمر بلورة الاختبار. فبتقول فيشس انها معجزة ان يكون في 2 من الابطال برتبة اس في نفس الوقت. بس المفاجأة ان في طالبة كمان بتكون هي كمان من الرتبة اس. لكن بيجي دور ميموري اللي اول ما بيحط ايده على البلورة بتنور نور ضعيف جدا، فبتتجاهله فيشس تماما، وبتطلب من الطالب اللي بعده واللي اسمه آسو يستخدم قدراته. والمفاجأة انه بيظهر نفس قدرات بطل الظلام السابق. وبعد لما بينتهي الاختبار بتشرح لهم فيشس ازاي يقدروا يستخدموا قدراتهم. فبيفتح كل طالب منهم قدامه شاشة إلكترونية بيظهر فيها مهاراته والمستوى الخاص بيه. بس لما بيفتح ميموري الحالة بتاعته بيلاقي ان كل بياناته ضعيفة جدا، لكن بيظهر ان عنده مهارة خاصة. وبعد لما بتخلص فيشس شرح بتقول ان فاضل طقس اخير، وبتطلب من ميموري يروح مع الجنود بتوعها، فبياخدوه وبينزلوه مكان غريب موجود فيه دايرة سحرية. وبتقول فيشس ان ميموري اضعف بطل، فلازم تعمل عليه طقوس الخلاص علشان ما يكونش عقبة في تقدم باقي الابطال. وبتقوله انهم هيبعتوه لاطلال الخلاص اللي لو قدر يخرج منها هيسيبوه يعيش ومحدش هيضايقه. فبيتعصب ميموري جدا وبيحاول يغير رأيها، وبيقول ان عنده مهارة خاصة، لكن بتقوله فيشس ان مهارته الخاصة ضعيفة ومش هتأثر في اي حد. فبيطلب من اصحابه يساعدوه، بس للأسف كلهم بيتجاهلوه الا سوغو اللي بتحاول تمنع فيشس، فبتضربها فيشس وبتخليها يغمى عليها. ساعتها ما بيلاقيش ميموري فايدة من الكلام، وخصوصا لما بيستخدم مهارته الخاصة الشلل ضد فيشس، لكنها مش بتتأثر ولو قليل حتى. فبيسلم للأمر الواقع، بس بيتوعدهم كلهم إنه لو قدر يخرج فهو هينتقم منهم. ساعتها بتفعل فيشس دايرة الانتقال، وبالفعل بينتقل ميموري لأطلال غريبة ومرعبة. فبيستخدم قوته بسرعة وبينور بيها المكان، بس فجأة بيظهر قدامه وحش ضخم وبيهاجمه. فبيحاول ميموري يهرب من المكان بكل سرعته، لكنه للأسف بيتكعبل في غصنه وبيقع. بيكون خلاص الوحش على وشك انه يقضي عليه. فبيفتكر ميموري ذكرياته، بيحس بغضب شديد انه ما قدرش يحقق حاجة في حياته، وبيتمنى لو ان عنده القوة الكافية علشان ينتقم من كل اللي ظلموه. وبكل يأس بيستخدم ميموري مهارة الشلل على الوحش اللي قدامه، والمفاجأة ان الوحش بيتأثر بيها وبيقف ما بيتحركش. فبيقوم ميموري وبيهرب بكل سرعته، وبيشكر الحظ اللي وقف جنبه أخيرا. بس للأسف بيلاقي وحش تاني قدامه وبيهجم عليه علشان يقتله.
فبيقرر ميموري يستخدم مهارة الشلل ضده، وبيتفاجئ إنها بتنجح المرة دي كمان. فبيعرف إنها مش مجرد ضربة حظ، وبيقول إنه عنده فرصة يخرج من المكان. بس لما بيفتح الحالة الخاصة بيه بيكتشف إن المعنى الخاصة بيه واللي بتمكنه من استخدام المهارات خلاص على وشك إنها تخلص. فبيستخدم المهارة الخاصة التانية اللي بتظهر عنده، وبتكون مهارة السم على الوحش اللي قدامه، وبالفعل هي كمان بتنجح. بس بيتفاجئ لما بيلاقي تأثير مهارة الشلل تأثيرها خلص على الوحش الأول وراجع علشان يهاجمه. بس أول لما الوحش بيهجم عليه بيقدر ميموري يتفادى الضربة وبيستعمل مهارة الشلل، لكنها للأسف مش بتنجح، وده لأن نفس المهارة ما بتنفعش على نفس الهدف مرتين. ساعتها بيستخدم المهارة الثالثة اللي اكتسبها وهي النوم، وبتنجح بالفعل. بس للأسف بيظهر عدد كبير جدا من الوحوش، والمشكلة الأكبر إن ميموري بدأ يفقد قوته والمعنى بتاعته. فبيقرر يقاتل لآخر نفس، وبيطلق كل مهاراته في اتجاههم لحد لما خلاص بيفقد كل قوته وبيكون هيفقد معاها حياته. لكن قبل ما يوجه الوحش ليه الهجوم الأخير بيطلع له إشعار بيقول تم رفع المستوى. ساعتها بترجع قوة ميموري تتجدد، ومعاها جميع نقاط الحياة والمعنى الخاصة بيه. وبيلاحظ ساعتها إن الوحش اللي استخدم عليه مهارة السم مات، وهو السبب في إنه يرفع المستوى بتاعه. فبيعرف إن كل وحش بيقتله بيديله نقاط بترفع المستوى الخاص بيه. فبيرجع له الأمل تاني، وبيبدأ يهاجم كل الوحوش اللي بتهاجموه بكل المهارات اللي عنده. وكل لما الوحوش بتموت بيرفع مستواه وكمان مستوى المهارات الخاصة بيه، لدرجة إنه بقى قادر يستخدم المهارة الواحدة على أكتر من وحش في نفس الوقت. وبيفضل على كده لحد لما بيرفع 500 مستوى. ساعتها باقي الوحوش اللي في المكان بتهرب بسرعة، بس للأسف بيكون ميموري هيموت من الجوع ومش لاقي أي أكل حواليه. فبيقرر إنه ياكل الوحوش، وفعلا بيروح عند واحد منهم وبيبدأ ياكل فيه، لكن طعمه بيكون مقرف جدا. بس فجأة الكيس السحري اللي معاه بينور، وأول لما بيروح يشوفه بيلاقي جواه مشروب وكمان أكل. وبعد ما بيخلص ميموري أكل بيكمل طريقه في البحث عن باب الخروج، وأثناء ده بيقتل كل الوحوش اللي بتقابله. وكل لما بيتحرك أكتر بيقابل وحوش أقوى من الأول، ومستواه ومهاراته بترتفع أكتر. وبتمر أيام كتير لحد لما بيوصل ميموري لمكان فيه أبواب كتير، وكل ما يفتح باب فيهم بيلاقي فيها هياكل عظمية، لكنه برضه بيلاقي جواهر في باب منهم فبياخدها. بس المفاجأة في الباب الأخير اللي بيفتحه لما بيلاقي رسالة مكتوب عليها إن صاحبها هو شخص اسمه أنجلين، وهو كان بطل الظلام السابق. وبيحكي في الورقة إن فيشس أرسلته لهنا بالقوة، وكمان كاتب إن الشخص اللي هيلاقيه هيقدر ياخد كل مقتنياته. وفعلا ميموري بيلاقي كتاب اسمه السحر المحظور، فبياخده وبيلاقي فيه معلومات وتحذير من الوحش اللي بيحرس البوابة واللي اسمه آكل الروح. وكمان بيلاقي ورقة مكتوبة بلغة غريبة ما بيعرفش يقرأها، فبياخدها هي والكتاب وبيكمل طريقه لحد لما بيوصل لبوابة الخروج. فبيعرف إن آكل الروح قريب، وخصوصا لما بيبص في الممر اللي قبل البوابة وبيلاقي وجه غريب ومغروس فيه مفتاح البوابة. فعلى طول بيحاول ميموري يهاجمه، بس للأسف بمجرد لما بيخرج ميموري إيده بيصيبها الوحش بشعاع غريب. فبيحس ميموري إن قوته لسه مش كافية، وبيكون عاوز يهرب من المكان، بس للأسف الوقت بيكون اتأخر خلاص، لأن آكل الروح بيبدأ يتحرك في اتجاهه. وفجأة بيخرج مادة غريبة بتاخد شكل بشري، فبيعرف ميموري إنهم تجسيد لكل الناس اللي قتلها آكل الروح قبل كده، وما بيكونش قادر يهاجمهم فبينهار وبيقعد يعيط. وفي اللحظة دي بيكون آكل الروح مستمتع جدا بمنظر ميموري، بس فجأة بيستخدم عليه ميموري سحر الشلل، وبيقول له إنه كان بيمثل لأنه اكتشف إنه بيتغذى على خوف ومعاناة الناس، وإنه خسر لأنه مغرور. وبيبدأ ميموري يستخدم مهاراته عليه، وبترتفع كتير هي والمستوى بتاعه. وأول لما بيموت الوحش بتظهر أرواح الناس اللي قتلهم قبل كده، وبيشكروا ميموري على تحريرهم. وكمان بيظهر ساحر الظلام أنجلين وبيطلب منه يقتل فيشس، وبتختفي كل الأرواح من المكان. فبياخد ميموري الجوهرة من على راس آكل الروح، وبيفتح البوابة وبيخرج أخيرا من المكان. في نفس الوقت وفي الجهة المقابلة بنشوف باقي الطلاب وهم بيقتلوا في الوحوش هم كمان، لكن أعلى واحد فيهم من حيث المستوى هو كير، واللي مستواه بيكون 18 بس. وأثناء ما هم في الغابة بتبدأ طالبة منهم تتنمر على واحدة تانية وبتجبرها تقتل في الوحوش. وبنعرف إن البنت دي كان ميموري دايما بيساعدها في أي موقف بيواجهها، وهي كل ما بتفتكره بتزعل جدا وبتكون مش قادرة تأذي الوحش، بس في الآخر بتضطر إنها تقتله. فبترحب بيها البنت التانية في المجموعة الخاصة بيها. وفي الألعاب بتفوق سوجو وبتفتكر اللي حصل لميموري، فبتتعصب جدا
وبتروح لفيشس، بس قبل ما تنطق بكلمة بتقول لها فيشس إنها لازم إنها تنسى اللي حصل لميموري وتركز على باقي الطلاب اللي حاليا في اختبار لقياس كفاءتهم، واللي هيخسر هيعتبروه شخص غير كفء وهيتخلصوا منه زي ميموري. وإن الطريقة الوحيدة اللي تخليها ما تعملش كده إن سوجو تعوض عنهم، يعني بدل ما تقتل وحش واحد تقتل 10. ورغم إن الطريقة دي صعبة لكن سوجو بتكون مضطرة توافق علشان ما تخسرش حد تاني. وفي مكان تاني بنشوف بنت بتجري من مجموعة قتلة وبنعرف إنهم من مجموعة حراس الدم الإمبراطوري، وفي نفس اللحظة بيخرج ميموري من الأطلال وبيكون في مكان قريب منهم، ولما بيبص على بيان الحالة الخاص بيه بيلاقي مستواه وصل ل 1789. ده بجانب إنه اكتسب مهارات جديدة زي إنه مثلا يقدر يلغي مفعول السم أو حتى يخلي مفعول الشلل مؤقت. فبيروح يجرب المهارات بتاعته الجديدة على مجموعة من السلايم اللي بتضرب واحد منها. ساعتها بيشوف السلايم ده إن ميموري أنقذه وبيقرر يتبعه في كل مكان، فبيقرر ميموري إنه يخليه المساعد بتاعه وبيسميه بيجي مارو. في نفس الوقت بنشوف البنت لسه بتهرب من المجموعة اللي بتطاردها، ولما بتحس إنهم قربوا منها بتقرر تواجههم وبتخرج سيفها وبتستخدم مجموعة تعاويذ غريبة، فبيظهر رداء غريب عليها اسمه رداء الأرواح. بس للأسف بيقابل ميموري مجموعة حراس الدم الإمبراطوري في الطريق وبيقولوا له إنه المفروض ما يكونش في المكان ده، فبيمثل عليهم إنه تايه وغلبان وبيترجعهم يسيبوه يمشي، لكنهم بيصمموا يقتلوه وعلى طول بيهجم واحد منهم عليه. بس ساعتها بيستخدم ميموري مهارة الشلل عليه وبيستعمل مهاراته عليهم وبيقدر يتخلص منهم كلهم. ساعتها بتحس البنت إن قوتهم اختفت، وكمان بتحس بهالة غريبة في الغابة وبتقول إن حتى الأرواح الموجودة كلها مرعوبة من قوته. وبيحس ميموري بوجودها هو كمان، فبيروح لعندها وبيستخدم بيجيمارو كطعم ليها وبيظهر من وراها وبيستخدم عليها تقنية الشلل بس بشكل جزئي علشان تقدر ترد على أسئلته. وقتها هي بتسأله عن مجموعة حراس الدم الإمبراطوري وبتتصدم من قوته لما بتعرف إنه قدر يقضي عليهم، لكنها في نفس الوقت بتشكره لأنه أنقذ حياتها. فبيبدأ يستفسر منها عن المملكة وهي بتعرفه كل حاجة تعرفها. ساعتها بيخرج الورقة اللي أخدها من زنزانة أنجلان وبيسألها عنها، لكنها بتقوله إنها مكتوبة بلغة قديمة جدا والوحيدة اللي تقدر تفهم اللغة دي هي الساحرة المعروفة بصاحبة الأعين الذهبية. بس بتقوله إن صعب الوصول ليها لأنها مجرد أسطورة موجودة في أرض الوحوش ومحدش وصل هناك وقدر يرجع. فبيشكرها ميموري وبيسيبها وبيمشي بعد ما بيعرفها إن التقنية بتاعته هتقف لوحدها بعد 10 دقايق. تاني يوم بيوصل ميموري لمدينة مالز، ولأن حاكم المدينة طالب تعيين مرتزقة لاكتشاف أطلال المدينة بيسمح له الحراس بالدخول بدون تفتيش. فبيروح على نزل هناك، بس صاحب النزل بيفكره شخص فقير. ساعتها بيخرج ميموري قطعة من النقود اللي أخدها من الزنزانة في أطلال الخلاص، فبيتغير موقف صاحب النزل تماما. وبعد ما بيستقر ميموري في أوضته بشوية بيخرج علشان يجمع معلومات أكتر يقدر يوصل بيها للساحرة الأسطورية، لأنه متأكد إن الطريقة الوحيدة اللي هتخليه ينتقم من فيشس والأبطال اللي معاها هو إنه يكتسب القوة اللي سابها أنجلان في الورقة اللي معاه. ولما بيروح على حانة هناك بيسمع أشخاص بيتكلموا عن النقابات اللي منتشرة في كل مملكة، وإن أقوى نقابة فيهم هي فرسان التنين الأسود اللي قوة 5 أفراد منها بتعادل قوة جيش كامل. بيخلص ميموري أكل وبيرجع على أوضته وبيلاقي معلومة في الكتاب عن تطوير السلايم واللي منهم بيجيمارو صديقه الجديد، فبيفكر إن ده كمان هيكون مساعدة ليه علشان يوصل لهدفه. وبيعرف إن العنصر المطلوب لتطويره موجود مع وحش اسمه سيد الجماجم في أطلال مدينة مالز. وبالفعل بيكون سمع الناس بيتكلموا عن مهمة حطها حاكم المدينة لاكتشاف الأطلال دي. فبيروح تاني يوم عند الأطلال وبيلاقي حاكم المدينة بيتكلم مع كل الموجودين وبيقول إن اللي هيقدر يجيب كأس التنين الموجودة في الأطلال هيتم مكافأته ب300 قطعة ذهبية. وأثناء كلامه بيظهر شخص اسمه ماك وبيهاجم البنت اللي أنقذها ميموري قبل كده في الغابة، وبيقول إنها سيراس أحد قادة الجان المطلوبين للعدالة. بس أول لما بيكشف عن وجهها بيتفاجئ بإن شكلها مختلف، فبتبدأ في الكلام وبتقول إن اسمها ماست مش سيراس وإنها بشرية عادية مش من الجان. بس ده بيعصبه جدا لأنها بتتكلم معاه بتكبر وبيقول إنه هينتقم منها بالتأكيد وبيسيبها وبيمشي. وبعد ما بيخلص التسجيل بيرجع ميموري للمدينة علشان يجيب أسلحة ومعدات تساعده في الأطلال. ساعتها بيقابل البنت تاني فبيحذرها إن أكيد ماك مش هيسيبها في حالها، فبتشكره تاني على إنقاذها في الغابة وبتقول إنها تاخد بالها كويس.
وقتها بيطلب منها ميموري تساعده في شراء الأسلحة لأنه ما يعرفش حاجة وهيديها في المقابل فلوس، فبتوافق بالفعل لأنها محتاجة المال علشان الترحال بتاعها. وبيتعرفوا على بعض، وطبعا بيستخدم ميموري الاسم المستعار اللي استخدمه من أول لما وصل لمالز، وبيشكرها بعد ما بيخلصوا وبيسيبها وبيروح على الأطلال على طول. ومجرد لما بيوصل بيلاقي 2 من المرتزقة بيهربوا من وحش، فبيقضي عليه بكل سهولة لأنه نسخة ضعيفة من الوحوش في أطلال الخلاص. وبيكمل طريقه عادي لحد لما بيشوف ماك واقف مع 2 من المرتزقة وبيخططوا لقتل ماست، فبيروح لعندهم وبيقرر يتخلص منهم. وبالفعل بيستخدم تقنية الشلل عليهم بعد لما بيقول لهم إنه بيكره الأشخاص اللي زيهم، وبيسيبهم للوحوش يقضوا عليهم. وبيكمل ميموري استكشاف الأطلال والقضاء على الوحوش بكل سهولة، لكنه بيكتشف إن الوحوش ضعيفة جدا لدرجة إنه مش بياخد منها أي خبرة ومستواه مش بيرتفع خالص. فبيقرر ياخد راحة وبيدخل زنزانة من الأطلال ينام، وبيسيب بيجمارو يراقب المكان. وأول لما بيصحى وبيخرج من الزنزانة بيقابل مجموعة من المرتزقة اللي بيقولوا له إنهم هينسحبوا من الأطلال لأن في وحش قوي موجود وبيقتل كل الوحوش بطريقة غريبة، وبيسألوه لو هيخرج معاهم. فبيرفض ميموري يروح معاهم لأنه عارف إن اللي قتل الوحوش دي مش حد تاني غيره، وبيقول إن مع انسحاب المرتزقة مهمته هتبقى أسهل علشان يقدر يستخدم مهاراته بدون ما حد ياخد باله. وبالفعل بعد شوية بيوصل للزنزانة اللي فيها كأس التنين وبيقتل التنين الحارس بكل سهولة. في نفس الوقت بتوصل ماست عنده وبتستغرب انه قدر يوصل قبلها، وبتعرف ان قوته كبيرة جدا. فبيعرض عليها ميموري كأس التنين كهدية لانه مش محتاجها، وبيفتح باب سري وبيكون على وشك انه يدخل منه. فبترفض ماست تاخد الكاس بدون مقابل، وبتقترح انها تساعده في باقي الاستكشاف لحد لما يوصل للغرض اللي هو عاوزه. فبيوافق ميموري لانه حس بقوتها بالفعل. واول لما بينزلوا للممر بيشوفوا وحش، وعلى طول ماست بتقضي عليه وبتعرفه ان الوحوش دي جاية من جوهر روح ملك الشياطين. وبعد شوية بيقرروا يرتاحوا، بس أول لما بيدخلوا زنزانة بتقول ماست إنها من ساعة ما بدأوا الرحلة مع بعض وهي حاسة بقوة وحش، لكنها كانت بتتجاهله، وده لأن قوته ضعيفة جدا جدا. وقتها بيخرج بيجمارو وبيعرفها ميموري عليه وإنه صديقه، وبيطلب منها ما تخافش منه وتنام علشان ترتاح شوية، لكنها بترفض تنام. فبيستخدم عليها مهارة النوم الخاصة بيه، وبمجرد لما بتتفعل المهارة بيتحول شكلها وبيتضح إنها من عشيرة الجان بالفعل ومتخفية. فبيتأكد ميموري إنها بالفعل الفارسة الهاربة واللي اسمها سيراس. في نفس الوقت في الغابة بيوصل قائد نقابة فرسان التنين الأسود، وبيلاقي بقايا جثث مجموعة حراس الدم الإمبراطوري اللي قضى عليهم ميموري قبل كده، وبيتضح إنهم فرقة خاصة تابعة للنقابة بتاعتهم. وبيقول بالرغم من إن اللي أكل جثثهم هي الوحوش، بس بالتأكيد أشخاص في قوتهم ماتوا على إيد شخص قوي، وبيفكروا إن سيراس هي اللي قتلتهم. بنرجع للزنزانة تاني وبتفوق ماست وبتكون خايفة إن ميموري يكون عرف حياتها، لكنه بيمثل إنه كان نايم وبيصحى بعدها. فبتطمن وبيكملوا طريقهم لحد لما بيوصلوا لغرفة غريبة، وبمجرد لما بيبصوا جواها بيخرج وحش ضخم وبيدمر الحيطة وبيكون على وشك إنه يهاجمهم. ساعتها بيكتشفوا إنه سيد الجماجم اللي ميموري بيدور عليه أصلا. فبتستعد ماست علشان تواجهه، وبتقول إنها لازم تستخدم تقنية رداء الأرواح الخاصة بيها. فبتطلب من ميموري ما يتكلمش عن التقنية اللي هتستخدمها لما يخرجوا من المكان، بس على طول بيستخدم ميموري تقنية الشلل على الوحش وكمان تقنية السم، وبيقتله في ثواني قبل ما يتحرك أو تتحرك ماست أصلا. فبتنبهر من قوته جدا، وبيروح ميموري بعدها لجسم الوحش وبيخرج منه الجزء اللي محتاجه علشان يطور قوة بيجمارو، وبيكونوا خلاص على وشك انهم يخرجوا من المكان. بس بيتحرك بيجمارو وكأنه بيطلب من ميموري يرجع لجسم سيد الجماجم. فبيقرر ميموري يسمع كلامه وبيرجع تاني، وبيخرج الحاجة اللي بيشاور عليها بيجمارو وبيكتشف انها بيضة غريبة، فبيقرر يحتفظ بيها. في نفس الوقت في أطلال بعيدة بنشوف باقي الطلبة، وفي مجموعة من الهياكل العظمية بتهاجمهم وبتقدر تقطع ايد طالبة منهم. فبتروح سوجو تدافع عنها، وبيظهر كير وبيستخدم قدراته بكل غرور لأنه وصل للمستوى 24، وده بالنسبة لهم أعلى شخص رفع من قدراته. بنرجع تاني لماست اللي بتروح تسلم كاس التنين بعد ما بيخرجوا، وبيكون كل الموجودين مصدومين من قوتها.
فبيقرر الحاكم إنه يعمل احتفال تاني يوم ويسلمها المكافأة خلاله. بعد شوية بتقابل ميموري وبيطلب منها يتقابلوا بالليل في أوضته، وبالفعل بتروح له، فبيطلب منها تشتغل حارسة شخصية ليه، لأنه بالتأكيد هيحتاج حد قوي زيها يساعده في طريقه لأرض الوحوش. وبيخرج جوهرة من الجواهر اللي أخدها من أطلال الخلاص، فبتتفاجئ وبتقول إنها جوهرة التنين الأزرق وهي نادرة جدا وسعرها غالي، بس بترجع تتردد تاني. ساعتها بيقول لها ميموري إنه عارف حقيقتها وإنها سيراس قائدة الجن المطلوبة، وبيعرفها اسمه الحقيقي علشان تقدر تثق فيه. فبتتفاجئ سيراس وبتشكره إنه ما كشفش حقيقتها، وبتوافق أخيرا تروح معاه. فبيسألها عن سحر الظلام، فبتقول إنه سحر محرم بأمر من الملكة فيشس. ساعتها بيتأكد ميموري إن الطريقة الوحيدة اللي هيقدر ينتصر بيها على فيشس إنه يوصل للساحرة في غابة الوحوش علشان يفك الورقة اللي سابها إنجلان ليه. تاني يوم بيتفقوا يتقابلوا بعد لما سيراس تتكرم وتاخد الجايزة بتاعتها، وبيسيبها ميموري وبيروح علشان يطور من قوة بيجيمارو، وبالفعل بينجح. بس لما بيرجع ميموري المدينة علشان يقابل سيراس بيتفاجئ إنها ما وصلتش في الميعاد اللي كانوا متفقين عليه، فبيشك إنها أخلفت الوعد بينهم، لكنه بيقول إنه مستحيل سيراس تعمل كده، فبالتأكيد حصل حاجة غير متوقعة. وبالفعل بيسمع شخصين بيتكلموا وبيقولوا إن فرسان التنين الأسود اكتشفوا حقيقة سيراس أثناء تواجدها في الحفلة وبيطاردوها حاليا في الغابة. في نفس الوقت بنشوف سوغو قاعدة مع فيشس اللي بتعرفها انها تتخلص من الطلاب اللي ما قدروش يرفعوا من قوتهم لحد دلوقتي الا اذا وافقت سوغو انها تتكفل بتدريبهم. فبتتعصب سوغو جدا لان فيشس اخلت بالاتفاق اللي كان بينهم، وبتكون مضطرة توافق على تدريب الطلاب وبتسيبها وبتمشي. بنرجع تاني لميموري اللي بيشوف 3 فرسان على تنانين سوداء في طريقهم للغابة جنب المدينة، وبالفعل بيوصل الفرسان ال3 لسيراس وبيهاجموها، بس بتقدر تتصدى ليهم باستخدام سيفها، بس فجأة بينطلق سهم عليها فبتتفاداه بصعوبة. ساعتها بيظهر فارس كمان من وراها لكنه بيكون أقوى من الفرسان ال3 اللي قضت عليهم، فبتقول إنها لازم تستخدم تقنية رداء الأرواح الخاصة بيها علشان تتصدى ليه، لكنه مش بيديها فرصة وبيطير سيفها وبيوقعها على الأرض، وبيكون خلاص على وشك إنه يقضي عليها. بس ساعتها بيوصل ميموري وبيستخدم عليه تقنية الشلل وبعدها تقنية السم، فبتقوله سيراس إنها مضطرة ترجع في الاتفاق بتاعهم لأن معنى إنها تروح معاه، فبكده فرسان التنين الأسود هيطاردوا ميموري زيها. لكنها بتتفاجئ لما بيقول لها إنه ما عندهوش مشكلة مع ده، وكمان بيخرج باقي جواهر التنين الزرقاء وبيديها لها، فبتكون مصدومة من موقف ميموري جدا. بعدها بيروح ميموري يستجوب الفارس وبيوقف تأثير مهارته من عليه، وبيكون عاوز يعرف مين اللي أمره بقتل سيراس بدلا من القبض عليها. بس قبل ما يرد عليهم بيجي سيف من السماء وبيقضي على الفارس تماما. ولما بيشوفوا مين اللي رمى السيف بيكون شخص بشعر أبيض وعينين حمراء غريبة جدا، وبيكتشفوا إن السافت قائد فرسان التنين الأسود اللي الناس بتعتبره الأقوى في البشرية، وأول حاجة بيقولها ليهم إن اللي أمر بقتل سيراس هو الملك أورتولا. فبتتصدم سيراس لأنها كانت الحارسة الشخصية ليه. ساعتها بيقول لها السيفت إنها لو قدرت تنتصر عليه هيسيبها تمشي، بس بيلفت ميموري انتباهه وبيحس بقوته، فبيعرف ميموري إنه كل اللي بيهم سيفت إنه يلاقي خصم قوي قتله. وعلى طول بيستغل ميموري الفرصة دي وبيعرف نفسه على إنه بطل من اللي استدعتهم فاشس من العالم التاني، ولأن قوته مختلفة عن باقي الأبطال فهي قررت تخليه يطور من مهاراته لوحده، ولو سافت عاوز خصم قوي يقتله فالأفضل إنه يسيبه يطور من قوته الأول. وقتها بيقرر سافت بالفعل يسيبه يطور من قدراته لأنه شاف إنه هيكون خصم قوي في المستقبل، وبيأمر باقي الفرسان بالقضاء على سيراس قبل ما يمشوا. لكن بيوقفوا ميموري وبيقول إنه محتاج قوة سيراس لأنه بيستغلها علشان يوصل لهدفه. فبيتفاجئ سافت من طريقته، بيحس إنه شخص مختلف وده بيزود من رغبته في قتاله، فبيقرر يعفو عن حياة سيراس هي كمان. لكن بيعترض واحد من الفرسان عن قراره، فبيهدده سافت إنه لو عمل كده تاني هيخلص عليه. وبيتحرك سيفت وباقي الفرسان علشان يسيبوا المكان ويمشوا، بس بمجرد لما بيطيروا بالتنانين بتاعتهم بيستخدم ميموري مهارة الشلل عليهم وبيوقعهم في الأرض، وبيستخدم مهارة السم كمان، بس قوة سيفت بتكون كبيرة جدا وبيتحرك برغم المهارتين اللي استخدمهم ميموري عليه. فبينبهر ميموري من قوته وبيقول إن مفيش حد قدر يتحرك بعد استخدام مهاراته عليه غير السيفت،
وآكل الروح اللي كان بيحرس أطلال الخلاص. لكن بعد شوية بيقع سيفت على الأرض، وعلى طول بتنطلق شعلة في السماء لطلب تعزيزات، وبالفعل بيتحرك باقي فرسان التنين الأسود لمكان سيفت، فبيتحد ميموري مع بيجيمارو، وبنعرف إن ده بسبب تطور بيجيمارو. وبمجرد لما بيوصل باقي الفرسان للمكان بيطلب منهم سيفت إنهم يهاجموا ميموري من السماء وما يقربوش منه نهائي، بس ساعتها بيتحول بيجيمارو وبيخرج منه أذرع طويلة وبتوصل لهم في السماء، وبمجرد لما بيستخدم ميموري مهارة الشلل بتصيبهم وبتوقعهم كلهم. ساعتها بيبدأ ميموري يكتسب مهارات خاصة جديدة وبيبدأ يجربها على الفرسان اللي قدامه، وبيتضح إنها بتزود من سرعة انتشار السم الخاص بيه وكمان بتسبب العمى. فبتشكره سيراس على إنقاذه ليها تاني، وبتقرر تكون الحارسة الشخصية ليه في أي مكان يروحه، وبتقوله إنه بعد ما هزم سيفت خلاص كده مفيش حد موجود في العالم ده أقوى منه غير قاتل الأبطال المشهور. بس بيفاجئها ميموري وبيقول إن قاتل الأبطال قتله بالفعل، وبيعرفها إنه كان التنين اللي بيستخدمه سيفت، وعلشان كده لما مات أخذ نقاط خبرة كتير واكتسب مهارات جديدة. في نفس الوقت عند باقي الأبطال اللي بيتدربوا على تقنياتهم في مكان قريب من قصر فيشس، بتظهر عندهم قاتلة محترفة بعتها فيشس علشان تدربهم وتزود من قوتهم، بس بيروح لها طالب اسمه أويامادا وبيتريق عليها، لكنها في ثانية واحدة وقبل ما حد يلاحظ اللي بيحصل بتطيره من مكانه وبيقع على الأرض مغمى عليه. وعلى الناحية التانية بنشوف ميموري اللي بيتحرك مع سيراس في طريقهم لمدينة جديدة، وفي نفس اللحظة بنشوف مجموعة من الجنود قدام أطلال الخلاص، ولما بيستخدموا قلادة الكشف عن زعيم الأطلال ما بتنورش، فبيشك واحد فيهم إنه ممكن يكون اتقتل، بس الاتنين التانيين بيقولوا مستحيل ده يحصل ومستحيل حد يخرج من الأطلال حي، وبيقرروا ما يبلغوش بالموضوع. بنرجع لميموري اللي بعد لما وصلوا المدينة الجديدة بيتمشى في السوق وبيقرر يشتري قناع علشان يتخفى بيه في الأوقات الصعبة علشان محدش يعرف بوجوده، وبالفعل بيقع اختياره على قناع، فبيقوله البياع إنه قناع ملك الظلام السابق. في نفس الوقت بنشوف ملوك الدول مجتمعين ومعاهم فيشس، وبيتضح ان في تحالف بيشمل كل الدول، وبيكون كلامهم عن موت فرسان التنين الاسود. فبتقول فيشس انهم كانوا بيطاردوا سيراس وفي نفس المكان لقوا هدوم سيراس ودمها، فمعنى كده انهم هما الاتنين قتلوا بعض. وبتكمل فيشس كلامها ان بعد موت فرسان التنين الاسود والسيفت قائدهم الاقوى في البشرية، فده معناه انهم مش قدامهم غير الاعتماد على الابطال اللي استدعتهم من العالم التاني علشان يوقفوا زعيم الشياطين. فبيتكلم واحد من الملوك الموجودين وبيسألها عن النبوءة اللي تنبأت بموتها، فبتتعصب فيشس لكنها ما بتبينش ده وبتتجاهل كلامه. في نفس الوقت بيوصل أحد الجنود وبيبلغ الملك بتاعه بظهور مجموعة من الأشخاص بيدعوا أنهم اللي قتلوا فرسان التنين الأسود واسمهم مستعملي السحر الملعون ايشنت. بنرجع لميموري هو والسيراس وبيشوف ميموري مبنى ضخم فبيسألها عليه، فبيتعرفوا إن المبنى ده اسمه كاس وهو مخصص للمباريات بين المرتزقة والعبيد، وحاليا هو مشهور جدا وده بسبب إن الناس بتحب تشوف القتالات. في نفس اليوم بالليل بيروح ميموري مع سيراس للحانة بغرض جمع المعلومات، وبيسمع عن جماعة ايشنت، فبيقول ان ده كويس بالنسبة له ان في حد تاني هيتحمل مسؤولية موت فرسان التنين الاسود. ساعتها بيدخل مجموعة من جماعة ايشنت وبيكونوا لابسين لبس احمر، وبيخاف الموجودين منهم لكن بيتجاهلهم ميموري. واثناء ما هم قاعدين بيسمع ميموري شخصين بيتكلموا عن واحدة اسمها ايف، وهي من سلالة النمور المحاربة، وبيقولوا انها الوحيدة اللي قابلت ساحرة الظلام الملقبة بصاحبة الاعين الذهبية، وده بتقول انها جنية ظلام مش ساحرة عادية. فبيروح بسرعة يقعد مع الشخصين دول وبيطلب منهم معلومات اكتر، فبيعزمهم على العشاء وبيبدأ الكلام معاهم. وبالفعل بيعرف منهم ان ايف هي واحدة من المقاتلين في حلبة كاس، وانها اقوى مقاتلة في الحلبة، وكمان تعتبر الشخص الوحيد اللي دخلت ارض الوحوش الذهبية وقابلت ساحرة الظلام ورجعت عايشة. وفي وسط كلامهم بتدخل ايف الحانة، فبيروح ميموري يتكلم معاها وبيسألها عن ساحرة الظلام، لكنه بيتفاجئ انها بتقوله ان كل الكلام ده مجرد اشاعات، وان اصلا ارض الوحوش الذهبية مش مكان حد يقدر يروحه ويرجع تاني. وبعد لما بتغادر ايف بتتكلم سيراس مع ميموري وبتقول ان ايف كانت بتكذب وهي عرفت ده من الهالة بتاعتها، وبتقترح عليه انه يشتروا حريتها بفلوس وبكده يقدروا يستفادوا من خدماتها. وعلى الجنب التاني بنشوف ايف وهي بتقابل طفلة صغيرة من الجن وبتوعدها انها تنقذها في اقرب وقت.
وتاني يوم بنشوف ميموري واقف قدام حلبة كاس، وبتروح له سيراس اللي كانت بتجمع معلومات عن إيف، وبتعرفه إن إيف بالفعل أقوى مقاتلة في حلبة كاس وما خسرتش أي مباراة لمدة 3 سنين. وفي حاجة أغرب من كده، وهي إنها قدرت تجمع الفلوس اللي تحررها من العبودية، بس هي ما طلبتش الحرية، وده لأنها عاوزة تجمع فلوس لتحرير طفلة من الألف، وإنها بالفعل على وشك تحقيق ده بعد المباراة بتاعتها تاني يوم. بس المشكلة إن أي شخص بيطلب حريته بيموت بطريقة غريبة في آخر مباراة ليه في الحلبة، وغالبا الشخص المسؤول عن كده هو مدير الحلبة. في نفس اليوم بالليل بيروح ميموري وسيراس يقابلوا إيف، وبيطلب منها معلومات تاني عن ساحرة الظلام، فبتنكر للمرة التانية. ساعتها بتقول سيراس إنهم عارفين إنها بتكذب، وإن من مصلحتها تروح معاهم وهم يساعدوها تهرب البنت كمان معاهم. فبتتفاجئ إيف بخصوص البنت، وبتقول إن اسمها ليز، وإنها تقدر تحررهم هما الاتنين بدون مساعدتهم. فبيقول ميموري إن مدير الحلبة بيخطط لموتها في آخر مباراة، لكن إيف بتقول إنه مستحيل يعمل كده، ولأنها مش واثقة فيهم بيعرفها ميموري إنه هو اللي قتل فرسان التنين الأسود، وإنه يقدر يساعدها توصل أرض الوحوش الذهبية، وهناك مش هيقدر حد يطاردها هي وليز. فبتكون مش مصدقاهم. ساعتها بتكشف سيراس عن هويتها الحقيقية، لكن إيف برضه مش بتصدقهم، وبتقول إن ميموري شكله ضعيف جدا ومستحيل يعمل كل ده. فبيستخدم عليها مهارة الشلل، وبيقول إن برغم شكله الضعيف إلا إن مهاراته السحرية مفيش حد موجود يقدر يوصل لها. وكحسن نية بيلغي ميموري مهارة الشلل من عليها، وبيقول لها إنهم هيكونوا عند بوابة المدينة تاني يوم الصبح، وإنها لو عاوزة تنجو بحياتها وحياة ليز تقابلهم هناك. وبعد لما بيسيبوها وبيمشوا بيشوفوا مجموعة من جماعة ايشنت بيضايقوا بنت، فبتكون سيراس على وشك إنها تهاجمهم بسيفها، لكن بيوقفها ميموري وبيستخدم عليهم مهاراته وبيخليهم يضربوا بعض وبيسيبوهم ويمشوا. بنروح لإيف اللي بتكون قاعدة تفكر في كلام ميموري ليها، وبتقرر إنها تروح لمدير الحلبة وتتكلم معاه. بس بمجرد لما بتوصل لمكتبه بتسمع كلامه مع مساعده، وللأسف بيكون كل كلام ميموري حقيقي. فبتقرر تهرب من المكان، بس أثناء خروجها من المكان بتقابل زعيم جماعة ايشنت اللي اسمه موجي، وبيتمنى لها التوفيق في مباراتها تاني يوم، وبيتضح إنه على صلة بمدير الحلبة. وبتوصل إيف عند البوابة وبتقابل ميموري وسيراس قبل الفجر، وبتقول لهم إنها موافقة تساعدهم يوصلوا لساحرة الظلام في مقابل إنهم يساعدوها تنقذ ليز. في نفس الوقت بنشوف ليز وهي شغالة في مطعم، وبتيجي صاحبة المطعم وبتعذبها، وبتقول إن مدير الحلبة قرر يشتريها علشان تكون خادمة عنده. وقتها بتوصل إيف فبتترعب صاحبة المطعم وبتتوسل لها تعفو عن حياتها، فبتوافق إيف بشرط إنها تقول معلومات غلط لمدير الحلبة. بس بمجرد لما بتخرج إيف وليز بيدخل ميموري بالقناع بتاعه، وبيستخدم مهاراته على صاحبة المطعم وبيقتلها برغم كل توسلاتها ليه. وبيروح ميموري بعدها يقابل باقي الفريق اللي شكله، وبيعرفهم على بيجيمارو، وبيبدأوا رحلتهم لأرض الوحوش الذهبية. ولما بتسأله إيف عن سبب بحثه عن ساحرة الظلام، بيعرفها بخصوص السحر المحرم اللي معاه في الورقة، وإنه محتاج مساعدتها في قراءته. ولما بيركب ميموري الحصان مع سيراس بتسأله عن السبب اللي مخليه يساعدهم، فبيقول إن إيف بالفعل قابلت الساحرة وعرفاها، وده هيسهل مهمتهم في الوصول ليها. وكمان ليز من فصيلة جن الظلام، وهي نفس الفصيلة اللي منها ساحرة الظلام، فبالتأكيد ده كمان هيخليها تساعدهم. وغير كده فهو عاوز أصلا يساعد ليز، لأنه مستحيل يسيب طفل يتعذب، لأن ده بيفكره بطفولته. وبعد وقت قصير جدا بيلاحظوا إن في فرقتين بيطاردوه، فبيستغرب ميموري إنهم عرفوا بسرعة. فبتقول إيف إن غالبا السبب هو موجي زعيم جماعة ايشنت اللي قابلها لما كانت راجعة من عند مكتب المدير. فبيستخدم ميموري خدعة بسيطة علشان يفصل المجموعتين عن بعض، وبالفعل بتطارد مجموعة منهم الحصانين اللي ميموري أطلقهم في الغابة، وبيفضل المجموعة التانية اللي بيتضح إنهم جماعة ايشنت. فبيطلب ميموري من إيف تاخد ليز وتهرب، وهو يتصدى ليهم مع سيراس، بس بترفض إيف في البداية، لكنها بتقتنع بكلامه في الآخر لما بيقول إن عنده خطة وبتقرر تثق فيه. وبالفعل بيبدأوا في تنفيذ خطة ميموري، وبتظهر سيراس بنفس القناع اللي بيستخدمه ميموري، وبتتكلم مع موجي وبتقول إنها تسلمه إيف وليز لو وعدها يعفو عن حياتهم، وبالفعل بيوافق. فبتطلب منه يروح وراها هو والجنود بتوعه، لكنه بيكتشف إن الموضوع كله فخ، وبيتضح إنه بعت مجموعة تحوط سيراس من ظهرها، وبيعرفها إنهم عبارة عن مجموعة من القتلة وبيستخدموا سم خفي ومش عندهم أي نوع سحر أصلا. وبيعرفها إن جماعة ايشنت في الحقيقة هم منظمة المغتالين السرية، وإنهم عملوا جماعة ايشنت بس غطاء ليهم علشان يسيطروا على المدينة بالإشاعات اللي بيقولوها، ويستغلوا خوف الناس من اللعنات اللي قضت على فرسان التنين الأسود.
ساعتها بيظهر ميموري وبيتحد مع بيجيمارو وبيطلق عليهم مجموعة من مهاراته وبيقضي عليهم، بس للأسف بتكون المجموعة التانية اكتشفت الخدعة وفي طريقهم تاني ليه. والمشكلة الأكبر إن بيجيمارو طاقته خلصت ومحتاج يرتاح قبل ما يقدر يستخدم تقنية الاتحاد مرة تانية، فعلى طول بتقول إيف إنها هي اللي هتتصدى ليهم، وبالفعل بيوافق ميموري وبيروح معاها بعد ما بيطلب من سيراس تبعد هي وليز عن المكان. وبتروح إيف تواجه أول مجموعة من الجنود، وبمجرد لما بيتجمعوا في مكان واحد حواليها بيخرج ميموري وبيستخدم عليهم تقنية الشلل. في نفس الوقت بيوصل مدير الحلبة مع باقي جنوده وبيقول إنه مش هيسيبهم يعيشوا بعد كل اللي عملوه، فبيحاول ميموري يستخدم عليهم مهارة الشلل هم كمان، لكن للأسف مهاراته ما بتشتغلش، وبيكتشف إن العدد اللي استخدم عليه المهارة كبير وإنه لسه ما قتلش المجموعة الأولى اللي استخدم عليهم مهارة الشلل، بس على طول بيستخدم مهارات الظلام اللي بتعمي الجنود اللي بيهاجموهم، فبتقدر إيف تقضي عليهم بكل سهولة واحد ورا التاني لحد لما ما بيكونش فاضل غير مدير الحلبة. وبعد ما بيقضي ميموري على المجموعة الأولى من الجنود اللي استخدم عليهم مهارة الشلل قبل كده، بيطلق مهاراته في اتجاه مدير الحلبة وبيثبته مكانه هو والحصان بتاعه، وبيطلق عليه مهارة السم وبيقضي عليه تماما. وقبل ما يغادروا المكان بيروح ميموري ويستخدم مهارة الجليد على جماعة ايشنت وبيفتتهم لقطع علشان محدش يعرف انهم ماتوا ويفضلوا غطاء ليه علشان يسهل من مهمته شوية. في الوقت ده بيوصل الخبر للمملكة وبيسبب رعب للجميع، وبيقرروا يبحثوا عن جماعة ايشنت علشان يعرفوا اللي حصل لمدير الحلبة وجنوده. في نفس الوقت بنشوف سوغو بتتدرب مع المدربة الجديدة اللي بعتتها فيشس، وبيتضح ان تدريبها ده بدون علم فيشس اصلا، وبتقول لها المدربة ان السبب الوحيد اللي خلاها توافق تعمل كده ان سوغو شبه اختها الصغيرة، وبتسيب المكان وبتمشي. بنرجع لميموري وأبطالنا اللي بيقرروا يسموا الفريق جنود ملك الظلام علشان القناع اللي بيستخدمه ميموري، وبالفعل بيوافق. ساعتها بتطلب إيف يستخدم جزء من طاقته السحرية على إيدها، ولما بيعمل كده بتظهر خريطة لأرض الوحوش الذهبية وبيكون متوضح عليها مكانهم ومكان ساحرة الظلام، فبيقرروا يكملوا رحلتهم تاني يوم بعد ما يستريحوا شوية. وعلى الجانب التاني بنشوف فيشس وهي بتتكلم مع الطلاب عن المدربين الجداد اللي وصلوا من كل الممالك علشان يساعدوهم في تدريباتهم وإنهم يرفعوا مهاراتهم ومستواهم علشان يستعدوا للمعركة اللي جاية ضد جيش ملك الظلام. وطبعا بعض الطلاب بيترعبوا لما بيسمعوا الكلام ده، لكن بعضهم بيكون فرحان وعجبه الوضع الجديد اللي عايش فيه. وبعد ما بتمشي فيشس من المكان بتتكلم مع مساعدتها وبتقول إن الوقت خلاص قرب ولازم تبعت الطلاب لأرض الوحوش الذهبية علشان يرفعوا من قدراتهم قبل ما يوصل جيش ملك الظلام. تاني يوم بيكمل أبطالنا رحلتهم، وبتصر ليز إنها تشيل المعدات برغم إنها تقيلة جدا، وده علشان يكون ليها دور هي كمان. فبتحاول سيراس تمنعها لكنها بتصر على موقفها، وبيقف ميموري في صفها علشان تبقى أقوى وتقدر تدافع عن نفسها لو مش موجودين. وأثناء كلامهم بتحس إيف بتواجد وحش قوي في طريقه ليهم، وبتعرف إنه نفس الوحش اللي ما قدرتش تواجهه المرة اللي فاتت. بس بيطمنها ميموري وبيطلب منها تكون طعم علشان يتأكد إن مهاراته بتنفع على الوحوش اللي في المكان. فبتروح إيف تقتله، بيستخبى ميموري في مكان قريب لحد لما بيكون الوحش في نطاق الهجوم بتاعه، فبيخرج وبيطلق عليه مهارة الشلل ومهارة السم، وبالفعل بتنفع مهاراته ضده وبيقتله في ثواني. وبيقول إنه مقارنة بوحوش أرض الخلاص فهو ضعيف جدا، وإن طالما مهاراته بتنفع ضد الوحوش اللي في المكان فعندهم فرصة كبيرة يوصلوا لساحرة الظلام بدون مشاكل. وبيروح ميموري للوحش وبيقطع جزء من جسمه، ولما بتسأله سيراس عن اللي بيعمله بيخرج الكتاب السحري اللي معاه وبيقول إنه مذكور في الكتاب إن جزء من الوحش ده بيتم استخدامه في عمل أداة سحرية لتغيير الأصوات. وبمجرد لما بتشوف سيراس الكتاب بتنبهر بيه جدا وبالمعلومات الموجودة فيه. ساعتها بيقول لها ميموري إنها تقدر تحتفظ بيه، فبتفرح جدا. وبيكمل أبطالنا طريقهم تاني لحد ما بيوصلوا لنهر وسط الغابة، وبيكون لازم يعدوا للجهة التانية. وبالفعل بيعدي ميموري هو وإيف، بس كالعادة بتصر ليز إنها تعتمد على نفسها فبيشجعها ميموري تاني، لكنها للأسف بتكون على وشك إنها تقع في النهر، بس بيخرج بيجيمارو وبينقذها. ولما بتيجي سيراس تعدي للأسف بتقع في النهر، بس بتقدر تخرج منه بدون مشاكل وبيكملوا طريقهم. لكن بعد شوية بتحس إيف بوجود وحوش أقوى من الأول، وبتقول إن ما عندهاش فرصة في مواجهتهم، فبيطلب منهم ميموري يتراجعوا، وبيستخبى هو جنب شجرة قريبة لحد لما بتكون الوحوش في نطاق مهاراته،
فبيستخدم مهارة الشلل عليهم، وكمان بيضيف مهارة الهيجان اللي بتخلي مفعول الشلل يتضاعف، وبالفعل بتنزف الوحوش وبتقع ميتة في لحظات، وكمان بيرتفع مستوى ميموري تاني بعد لما توقف فترة كبيرة. فبيروح ميموري وبيقطع جزء منهم، فبتستغرب إيف لأنه عارف الوحوش دي. ساعتها بتقول سيراس إن الوحوش دي كمان موجودة في الكتاب اللي معاهم، وإن الجزء اللي بيقطعه ميموري بيتم استخدامه في تقوية بيجيمارو. بس فجأة كلهم بيحسوا بوحش قريب، لكنهم ما بيكونوش قادرين يحددوا مكانه، وخصوصا إن الوحش مش ظاهر منه أي نية عدوانية. وقتها بيخرج بيجيمارو بيشاور لميموري على شنطته، فبيفتحها بسرعة وبيكتشف إن الهالة دي جاية من البيضة اللي أخدها من أطلال ميلز، واستغرابهم ما بيطولش، وخصوصا إن البيضة بتفقس وبيخرج منها حصان أبيض. بس بمجرد لما بيخرج من البيضة حجمه بيكبر. ساعتها بتلاحظ سيراس بلورة سحرية على ظهره، وبتقول إنه مش حصان عادي، وإن قوته بتزيد بامتصاص أي طاقة سحرية حواليه. فبيعرف ميموري إن السبب في إنه يكبر بمجرد لما خرج من البيضة إنه امتص الطاقة السحرية من الوحشين الميتين، وبيقرر يجرب يشحن البلورة اللي على ظهره من طاقته السحرية. وبالفعل بيبدأ الحصان يكبر وبيتغير شكله لحصان اسود ضخم. فبيقول ميموري إن ده بالتأكيد هيكون مساعدة ليهم في إنه يشيل المعدات بتاعتهم. بس بيلاحظ ميموري إنه الحصان بيطلب طاقة سحرية أكتر، فبيروح تاني ويزوده بالطاقة اللي هو عاوزها، والمرة دي بيتحول شكله تماما وبيكون أقوى من الأول بمراحل، وبيكون شايف إن ميموري هو والده وسيده الجديد. فبيقرر ميموري يطلق عليه اسم ويضمه للفريق، وبيختار اسم سالي، نفس اسم الحصان في الأسطورة الإغريقية القديمة واللي كان بيستخدمه زيوس. في نفس الوقت وفي الجهة التانية من الغابة بنشوف مجموعة الطلاب وصلوا هم كمان لأرض الوحوش الذهبية بقرار من فاشس مع مدربينهم الجداد علشان يرفعوا من طاقتهم ومستوياتهم السحرية. بس بيحس كير إن المدربين الجداد مستخفين بقوته، وخصوصا إنهم بس بيسيبوهم يقتلوا الوحوش الضعيفة وبيواجهوا هم الوحوش القوية. ساعتها بيظهر وحشين نفس اللي قتلهم ميموري من شوية، فبيروح المدربين يتصدوا ليهم، وبالفعل بيقدروا يقضوا عليهم. بس للأسف بتظهر مجموعة كبيرة من الوحوش تاني. وقتها بيروح كير وبيقول إنه هو اللي يتصدى ليهم، وبيستخدم مهارته الخاصة العاصفة التنينية وبيقضي عليهم في ثواني، وبيتباهى بقوته وبيعرف الطلاب إنه هيبقى حاكمهم المستقبلي. بنرجع لميموري وبيكون واقف فوق معبد عالي وبيلاحظ النار الخاصة بكير، فبتخرج سيراس تتكلم معاه، وبيعرف منها ان المكان اللي ظهرت منه النار قريب من المدينة اللي بتحكمها فاشس. فبيعرف على طول ان باقي الطلاب على الجانب التاني من الغابة. وتاني يوم الصبح بتصحى سيراس وما بتلاقيش ميموري في المكان، فبتصحي إيف بسرعة وبيخرجوا يدوروا عليه. لكنهم بمجرد لما بيخرجوا بره المعبد بيلاقوه قاعد على الأرض وقدامه وحش كبير مقتول. فبيقول لهم انه حس بوجود وحوش قريبة من المكان فخرج وقضى عليه. وبتتفاجئ إيف جدا لأن الوحش من نوع الوحوش ذات الوجه البشري، ودي من أقوى الوحوش في العالم ده. فبيرد ميموري وبيقول إنه قضى على واحد قبل كده وكان أقوى منهم بمراحل، وطبعا كان يقصد حارس أرض الخلاص. بعدها على طول بيكمل أبطالنا في طريقهم وبيوصلوا لجبل عالي جدا والمفروض إنهم يعدوا للجهة التانية منه. فبيقول ميموري إن ده بالتأكيد هيكون صعب عليهم، وبيقرر إنه يدور على طريق تاني. وبالفعل بيكملوا بحث لحد لما بيلاقوا ممر جوه الجبل، وبيقولوا انهم خلاص بمجرد لما يعدوا الممر ده هيوصلوا لساحرة الظلام. بس فجأة بيظهر فوقيهم وحش من العدم، فبيحس ميموري بإحساس غريب بمجرد لما بيشوفه، وبيطلب من إيف إنها ما تقتلهوش. بس للأسف بيوصل لها كلامه متأخر وبتكون قضت عليه. ساعتها بتخرج شعلة من جسم الوحش الميت وبتستدعي كل الوحوش من الغابة، وبيكون عددهم مهول جدا. فبتحس إيف إنها السبب في اللي حصل، وبتقول إنها تبقى طعم للوحوش بحيث إنها توفر لهم وقت كافي للهروب. بس طبعا ميموري بيرفض الفكرة تماما، وبيقول إنه هو اللي هيواجههم بمساعدة بيجيمارو وسالي، وبيطلب منهم يستخبوا في الممر اللي في الجبل. وقبل ما يمشي بيكلف سيراس بحمايتهم بصفتها نائبة القائد للمجموعة. في نفس الوقت بنشوف الطلاب والوحوش بتوصل عندهم وهم كمان بأعداد كبيرة، وحتى المدربين بيلاقوا صعوبة في التصدي ليهم، وبتكون الوحوش على وشك إنها تقتل واحدة منهم. فبتروح صديقة ميموري وتنقذها وبتتصدى للوحش هي، وبتقول المهم إن مفيش حد من الطلاب يموت. لكنها بتفتكر ميموري وبتزعل جدا إنها ما قدرتش تساعده، وبتكون مفكرة إنه مات في أرض الخلاص. بنرجع لميموري اللي بيشحن سالي بقوته السحرية وبياخد شكله النهائي، وبيخرج القناع بتاعه وبيحط فيه الأداة السحرية اللي استخرجها من الوحش أول لما وصلوا.
وبيخلي بيجيمارو يصرخ فيها، وبالفعل بتكبر الصوت جدا وبتجذب كل الوحوش اللي في الغابة ليهم، وبتبدأ المطاردة. فبيحاول ميموري يستدرجهم بعيد عن سيراس واللي معاها، لكنه بيتفاجئ بعدد كبير من الوحوش ذات الوجه البشري، وده بيخليه يقلق شوية، لكنه بيقرر ما يستسلمش ويقاتل لآخر نفس. في نفس الوقت بنشوف ساجو اللي بتوصل لمكان مجموعة من الطلاب، وبتلاقي ان في 2 ماتوا بالفعل، وبتتكلم مع اسو اللي المفروض مسؤول عن المجموعة دي، فبيقول انهم ماتوا علشان كانوا ضعاف وانه مش مسؤول غير عن حماية نفسه. فبتتضايق ساجو من كلامه جدا، وبتقول المفروض ان القوي يحمي الضعيف علشان يقدروا يرجعوا كلهم لعالمهم. بس كلامها بيستفز اسو اللي بيقول لها انها بتدعي المثالية في عالم مليان بالوحوش، وان المفروض كل شخص مسؤول عن نفسه. ساعتها بيوصل كير عندهم وبيوجه كلامه لاسو، وبيقول انه مجرد نكرة لما يحاول يقارن نفسه بأبطال الدرجة اس. فبيتعصب اسو وبيستخدم كامل قوته قدامهم، وبيقول انهم المفروض دلوقتي يكونوا عرفوا ان الرتب مش هي مقياس القوة، وان الشخص اللي بيطور من مهاراته ومستواه اعلى هو اللي هيكون الاقوى حتى لو رتبته اقل، وبيسيب المكان وبيمشي. في نفس الوقت عند باقي الفريق بتتكلم ايف وبتقول انها لازم تروح تساعد ميموري لانه مش هيقدر يتصدى للعدد ده كله لوحده، وانها انسب شخص للمهمة دي، وخصوصا لو ميموري اصيب فهي الوحيدة اللي هتقدر تشيله وتهرب بيه. فبتوافق سيراس على اقتراحها وبتطلب منها تاخد حذرها، وبالفعل بتخرج إيف من الكهف وبتتوجه لميموري بعد لما بتطلب من سيراس تاخد بالها من ليز. بنروح لميموري اللي بيتحد مع بيجيمارو وبيبدأ يهاجم الوحوش بمهارته المختلفة، وبيصيبهم بمهارة الهيجان اللي بتخليهم يقتلوا بعض، لكنهم بيرجعوا تاني وينظموا صفوفهم وبيكملوا مطاردة أسرع من المتوقع. فبيهاجمهم بمهارة الشلل وبيصيب عدد كبير منهم، بس لما بيفتح الحالة بتاعته للأسف بيلاقي إن نقاط المعنى بتخلص بسرعة كبيرة، وكمان بيلاحظ إن الوحوش ذوات الوجه البشري بيتفادوا معظم هجماته. فبيقول إنه لازم يرفع مستواه بأي طريقة، وده هيساعده يستعيد نقاط المعنى بشكل أسرع. بس المشكلة إنه لازم يكون قريب من الوحوش اللي بتموت علشان ياخد نقاط خبرة. فبياخد قرار مجنون جدا وبيأمر سالي يرجع وسط الوحوش، وبيستخدم عليهم مهارة الشلل لحد لما بيوصل لمكان الوحوش اللي أصابها في الأول. وعلى آخر لحظة بتموت الوحوش وبيرفع المستوى بتاعه، فبيستعيد نقاط المعنى مرة تانية، وبيزود اتحاده مع بيجيمارو وبيبدأ يهاجم أعداد أكبر من الوحوش. بس بيلاحظ إن الوحوش ذات الوجه البشري بتستخدم باقي الوحوش كدرع ليهم علشان ما يتصابوش، ودي بتكون مشكلة بالنسبة له. فبيقرر يستخدم سالي كطعم الوحشين منهم، وبينزل من على ظهره وراهم وبيصيبهم بمهارة الشلل والسم وبيقضي عليهم، وبيرجع تاني على ظهر سالي وبيدخلوا وسط الوحوش مرة تانية وبيقتل عدد كبير منهم. لكن للأسف وحش منهم بيخبط في سالي وبيقع ميموري وسط الوحوش، فبيبدأ يستخدم كل مهاراته مرة واحدة وبيقدر يصيب أعداد كبيرة منهم، لكنه بيكون متحاوط بأعداد أكبر بكتير من اللي بيقتلهم. بس أثناء كل ده بيرتفع مستواه بشكل مجنون وبسرعة رهيبة. في نفس الوقت بنروح لصديقة ميموري في الناحية التانية من الغابة، وبنعرف ان اسمها كاشيما، وبتكون قاعدة على الأرض ومصدومة بعد لما قدرت تنهي حياة الوحش اللي بيهاجمها. وفجأة بتظهر إيف قدامها فبتترعب جدا، بس أصلا إيف ما بتكونش عاوزة تأذيها، وخصوصا إنها بتفكرها بليز. لكن للأسف بتظهر واحدة تانية اسمها أتسيكي اللي بتستخدم عنصر البرق، وعلى طول بتستخدم صاعقة وبتصيب إيف اللي بتكتشف إن البرق وقف قدرتها على الكلام. وللأسف إتسيكي بتكون مفكرة إن إيف عاوزة تقتل كاشيما. ساعتها إيف بتكون متأكدة إن البنتين من الأبطال اللي استدعتهم فيشس من عالم تاني على حسب كلام ووصف ميموري، وما بتديهاش إتسيكي فرصة وبتبدأ تهاجمها بسيفها. بس بتقدر إيف تتصدى لضربتها، لكن بسبب ضربة البرق اللي أصابتها في بداية القتال ما بتكونش بكامل قوتها، فبتكون إتسيكي خلاص على وشك إنها تقضي عليها. بس بتوصل أخت إتسيكي الكبيرة وبتوقفها في آخر لحظة، وبتقول لهم إن إيف مش زي الوحوش اللي كانت بتهاجمهم، وإنها شخص عنده ذكاء زي البني آدمين. بس بسبب صعقة إتسيكي فهي مش قادرة تتواصل معاهم، وبتبدأ تعتذر لإيف بالفعل وبتتكلم معاها. فبتفهم منها إن إيف بتدور على سيدها، ولما بتسألها لو هو شخص قوي وهيقدر يتصدى لهجوم الوحوش بتقول إيف إنه بالتأكيد بيقضي عليهم دلوقتي بالفعل. بس ما بترضاش تعرفهم اسمه، وخصوصا إنهم عرفوا نفسهم كأبطال مستدعين من عالم آخر. فبتعتذر لها إتسيكي وبتسيبهم إيف وبتمشي علشان توصل لمكان ميموري.
في نفس الوقت بنشوف ميموري وهو لسه وسط الوحوش وبيقضي عليهم واحد ورا التاني، بس للأسف بيفقد بيجمارو وكل قوته، فبيقرر ميموري يلغي الاتحاد بينهم وبيستخدم مهاراته على باقي الوحوش. ولأن المشاكل لا تأتي فرادى أبدا، بيكون ميموري فقد معظم نقاط الحياة الخاصة بيه، بس قدر يوصل للمستوى 2000 بالفعل. والمشكلة الأكبر إن الوحش اللي فاضل من نوعية الوحوش ذات الوجه البشري لكنه أذكى من كل الوحوش، وبيفضل مستخبي في الغابة علشان ما يقدرش ميموري يصيبه بمهاراته، لأنه اكتشف إنه لازم يكون شايفه. فبيقرر ميموري يروح يهاجمه، وبيركب على ظهر سالي تاني وبيقتحم الغابة وبيبدأ يهاجم الوحش، بس للأسف بيستخدم الوحش أجسام الوحوش الميتة كدرع ليه وبيخبي وشه، وفجأة بيطلق كرة ضوئية في السماء وبيخرج منها أكتر من شعاع بشكل عشوائي، فبيصيب سالي وميموري وبيوقعهم على الأرض. وللأسف ميموري ما بيكونش قادر يستخدم مهاراته بسبب الدرع اللي عامله من الوحوش، فبيقرر يستخدم بيجمارو كطعم ليه وبيخلي سالي يرميه في السماء، فبيتشتت تركيز الوحش وبيقدر ميموري أخيرا يصيبه بمهاراته من السماء ويقضي عليه. وأول لما بيموت الوحش بيكتسب ميموري نقاط خبرة كبيرة جدا، لدرجة إن مستواه بيترفع 19 مستوى كمان، وبيكتسب مهارة خاصة مطورة. بس قبل ما يعرف إيه هي المهارة دي بيكون في وحش على وشك إنه يقضي عليه، وللأسف بيكون ميموري فقد كل طاقته ونقاطه الحيوية. بس على آخر لحظة بتخرج إيف وتقضي على الوحش وتنقذه، فبيشكرها ميموري بالرغم من إنها خالفت أوامره، فبتشيله إيف هو وبيجمارو وسيلي وبتمشي. وأثناء طريقهم بتحكي له عن الطلاب اللي قابلتهم، فبيفرح إن كاشيما لسه عايشة وبيشكرها إنها ما جابتش سيرته، لأن من الأفضل إن فاشيس تفتكر إنه ميت بالفعل. وبعد شوية بيوصلوا عند ماست ولاز اللي بتفرح جدا لما بتشوفهم، فبتقرر إيف تتولى أمر الحراسة وبتبدأ سيراس تعالج جروح ميموري. وتاني يوم بيكملوا طريقهم وبيوصلوا منتصف أرض الوحوش. ساعتها بيلاحظوا أختام غريبة في المكان، فبيقول ميموري إنها غالبا أفخاخ للحماية، بس معظمها بيكون مكسور، وده بيخليهم يقلقوا إن ممكن ساحرة الظلام تكون غادرت المكان. بس فجأة بيشوفوا جولم ضخم عليه ختم من الأختام وبيبدأ يهاجمهم، فبيستخدم ميموري عليه مهارة الشلل وبيوقفه في مكانه. بس لما بتكون سيراس على وشك القضاء عليه بيمنعها وبيقول إنهم لازم ما يظهروش أي عدائية لساحرة الظلام علشان تثق فيهم. وبالفعل بيكملوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا الكوخ جوه الغابة، وبيتلاقي فيه إيف باب سري بينزلهم لممر تحت الأرض. وأول ما بينزلوا فيه بيلاقوا أعداد كبيرة من الجولم بأحجام صغيرة شغالين فيه لكنهم مش عدائيين، فبيتجاهلوهم. ساعتها بيلاحظوا باب كبير في آخر الممر، فبيروحوا له بسرعة وبيلاحظوا بلورة سحرية قدام الباب، فبيبدأ ميموري يضخ فيها سحره لكنها بتستنزف كمية كبيرة جدا، بس ما بيكونش تحدي الميموري اللي قوته تطورت كتير الفترة الأخيرة. وبالفعل بيفتح الباب أخيرا وبيدخلوا منه، والمفاجأة إنهم بيلاقوا مكان غريب تحت الأرض وله سماء منفصلة، فبيشك ميموري إنهم اتنقلوا لبعد تاني، لكنه بيفتكر إن اللي موجودة في المكان ده أقوى وأقدم ساحرة في العالم ده، وبالتأكيد إنها استخدمت سحرها طول عمرها علشان تبني مكان زي ده. في نفس الوقت عند الطلاب بتوصل كاشيما مع الأختين، وبتفرح سوجو إنهم رجعوا بخير، وبيتضح إن اتسيكي وأختها لما دخلوا الغابة قبل كده قابلوا قتلة محترفين، وغالبا فاشيس هي اللي كانت بعتاهم علشان يقضوا على الطلاب الضعاف في المجموعة، بس قدرت اتسيكي وأختها يقضوا عليهم بالفعل. بنرجع لميموري وباقي أبطالنا اللي بيتفاجئوا بظهور ساحرة الظلام قدامهم، وبتعرفهم بنفسها وبتقول إن اسمها إريكا. ساعتها بيحس ميموري بنشوة النصر وإن فرصته في القضاء على فاشيس بقت أكبر من الأول. وبس كده بيخلص الموسم الأول من الأنمي ومعاه فيديو النهاردة، بس طبعا مش هتكون آخر رحلة لينا معاكم ومع أبطالنا إن شاء الله. فلو حابين نكمل رحلة ميموري ونبدأ مع أبطال تانيين كالعادة ادعمونا بلايك وشير في كل مكان، وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. ويلا كده كفاية عليكم، سلام.